مدينة ترفيهية كاملة على مساحة أكتر من 850 ألف متر. أكتر من 36 حمام سباحة. مساحة الشاطئ 1500 متر. إحنا النهاردة في فندق بيك الباتروس بورتوفينو. في الحقيقة هو مش مجرد فندق عادي، ده منتجع ترفيهي متكامل فيه كل حاجة وأي حاجة أنت بتحلم بيها، وهو مش عبارة عن فندق واحد، في الحقيقة هو فندقين، أول فندق هو فيتا وتاني فندق هو بلاجيو، ولكن مفيش أي اختلافات تقريبا بينهم، كل حاجة بينهم هي مشتركة، سواء البحر، حمامات السباحة، المطاعم، كلهم ليهم أكسس على كل حاجة، فأنت أكنك حاجز فندقين بس بسعر فندق واحد. افتتاح الفندق كان من سنة ونص تقريبا، فلسه كل حاجة زي ما هي هنا، جديدة وجميل. الفندق فيه 32 حمام سباحه، حمامات سباحه كتيره جدا موجوده في كل مكان في الفندق، ولكن اكتر حمام سباحه عجبني وهو الانفينيتي بول. الانفينيتي بول هنا مختلف لانه مش حمام سباحه واحد، هو يعتبر 3 حمامات سباحه متدرج 3 مستويات مختلفه ودايركت على الفيو بتاع البحر على طول. الفندق فيه اكتر من 32 لعبه اكوا بارك، الحلو ان حجم الاكوا بشكل عام كبير جدا، فيها لعب كتير جدا متنوعه للكبار والاطفال، وكمان في جزء كبير منها جدا هيتد عشان تقدر تستمتع بيها في الشتاء زي ما انت عايز. من اللعب الجميله جدا هنا برضو وهي لعبه الوزه، انك برضو تقدر تاخد وزه حلوه شبه كده وتقدر تلف بيها في اللاجون زي ما انت عايز. من اللعب الجميله هنا برضو هي لعبه العربيات التصادميه، تقدر تاخد عربيه من دي وتلف بيها في البسين زي ما انت عايز. مساحه الشط هنا كبيره جدا، اكتر من 1500 متر. الطابع الغالب على اغلبيه الشاطئ ان هو بيكون شاطئ صخري مناسب جدا للسنوركلينج والدايفنج، وفي نفس الوقت في جزء برضو مخصص وممهد كشاطئ رملي اي حد يقدر ينزل يعوم فيه بكل بساطه. الحاجات الجميله جدا اللي موجوده هنا برضو ان في اكتر من 20 لعبه VR تقدر تستمتع بيهم زي ما انت عايز يوميا من الساعه 7 للساعه 9 بالليل. الفندق فيه عدد كبير جدا من المطاعم، 6 مطاعم، منهم 5 بنظام الاوبن بوفيه ومطعم بنظام الالاكارت، ده غير 3 مطاعم متخصصين تحديدا في السناكس. تنوع المطاعم بصراحه مش مخليك تشغل دماغك باي حاجه بالاكل، لان انت كل يوم تقدر تختار المنيو اللي انت عايزه على حسب اختيارك للمطعم اللي انت حابه، سواء شرقي او انترناشونال او اسيوي او سي فود زي ما انت عايز. ولو انت ما لحقتش الفطار تقدر تيجي هنا في مكان كبير مخصص بس للبيكري، تقدر تاخد بيه مخبوزات زي ما انت عايز من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 7 بالليل وكلها فريش. تجربة الغرف هنا بقى مميزة شويتين. من الغرف الجميلة المميزة جدا جدا هنا في بورتوفينو هي الغرف السوبيريور بيتش فرونت، ودي جامدة جدا. أول ما تدخل من الغرفة الستايل بتاعها بسيط سيمبل، أول حاجة بيكون فيه المنطقة الخاصة بالدريسنج، وبعد كده زي ما أنت بتشوف هو مديه على ستايل بانجلو شويتين، يعني نفس الستايل البانجلو وستايل سيمبل قوي. كل حاجة هنا بسيطة، الغرفة بسيطة جدا، الفرنتشر بسيطة، ولكن أجمل وأحلى حاجة في كل الغرفة طبعا وهو الفيو بتاعها، لأن كل الغرف البيتش فرونت دي الفيو بتاعها بيكون دايركت على البحر على طول، ففيو جامد جدا جميل، ودي يعتبر من اقرب الغرف اللي انا اوريدي شفتها هنا اللي موجوده دايركت على البحر على طول. بصراحه اجمل حاجه هنا هي روح الفندق جميله جدا، دايما الانشطه والاكتيفيتيز موجوده في كل مكان الصبح وبالليل، ودي من اكتر الحاجات بصراحه اللي عجبتني هنا في الباتروس بورتوفينو. بصراحه الفندق بالنسبه لي متكامل، في كل حاجه تخلي اي اسره تقضي اجازه استثنائيه. حمل ابلكيشن هالا ترافل واحجز رحلتك دلوقتي بكل بساطه.